والقراءة وكل الحاجات طبعا الجميلة. كل واحد بيتمنى ويتيمن ويتبارك بآيات وبأحاديث وإلى آخره، لكن قطعا التوفيق من عند المولى سبحانه وتعالى. نتاج لا أقدر أقول لكم قادر على حسم المباراة. طبعا تشكيلات الفريقين والبدلاء على أرضية الشاشة قدام حضراتكم على قناة النيل للرياضة مرة تانية، لأن أنا بتشرف إن أنا أعلق على مباراة القمة فيها. بشكر كل المسؤولين، بشكر مرة تانية رنا الحبيبة. الصربي ميلوراد مازيتش بيظبط ساعته، الشناوي بيقيس والناحية التانية بيقيس، وبدأت المباراة وهيبقى على شمالنا النادي الأهلي بزيه التقليدي، وعلى يميننا نادي الزمالك. وأول هجمة وداخل مقطوعة للنادي الأهلي، حسام غالي عايز يلعبها، لعبها فعلا لوليد سليمان ضم لجوه، حطها حلوه ناحيه شمال عبد الله السعيد، عبد الله السعيد وحازم امام داخل عبد الله هيلعب العرضيه، وادي العرضيه وهوبا عماد متعب مش موجود، ومره ثانيه ولسه لكن في صفار. مؤمن زكريا ما اعرفش، اعتقد ان في رايه من ميلوفان ريزيتش. ادي الكره مره ثانيه، وادي لمسه حماده طلبه، يحط رجله كده مؤمن زكريا. يعني عرفنا دلوقتي المباراة فاز في 9 مباريات، خسر مباراة واحدة 1-0 وتعادل في مباراة، جاب 28 نقطة، أعاد للنادي الأهلي هيبته اللي فقدها مع جريده الحقيقي. باسم مرسي، باسم يلم كورته، باسم يا ولد، والعالية والطلعة، لكن تدخل على طول من شريف حازم. باسم مرسي بدأ يتقل على الكورة، بدأ يبقى عنده رسوخ وقدرة. حسام داخل معاه باسم مرسي على طول، دفعه في الظهر واضحه جدا، تبقى ضربه حره مباشره، تتنقل على طول لمؤمن زكريا، حلوه جدا في اليمين، هيرفع العرضيه باسم علي، يا نهار ابيض، حلوه يلعبها حلوه قوي من ناحيه اليمين مؤمن زكريا في اتجاه عماد متعب، لكن يتدخل بمنتهى القوه كوفي وتطلع وتبقى، هنشوف حسبها ضربه ركنيه ولا ضربه مرمى. اشاره عماد كده بتقول ضربه مرمى. احمد الشناوي الاهلي، لكن لسه الترجمه الاخيره ما بانتش. حسام غالي بطن رجله، وليد سليمان عايز يلم كورته، عايز يتليم عليها، سحب رجله، ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. احمد توفيق بمنتهى القوه ايضا حط رجله صح قوي، وليد سليمان سحب رجله. وليد سليمان خلي بالك بتبقى انذاراتك كتير قوي في المباريات الاخيره، خلي بالك. احمد الشناوي ادي الكادر اهو بان قدامنا، سعد الدين سمير بيلعب مع باسم مرسي. تكليفات حماده، معروف يوسف يلم كورته، عايز يلعب مره ثانيه، ياخد كورته ويلعب العرضيه لكن مش معديه. حسام عاشور لحسام غالي، لحسام عاشور مقطوعه من حسام عاشور، ياخدها مره ثانيه احمد عيد عبد الملك، كده بيجرب من بعيد لبعيد يا حبيبي، بمسي على شريف اكرامي لكن ضعيفه جدا طبعا، طويله وعاليه. حماده طلب في تحركاته الحقيقه يعني. عبد الله السعيد ما ياخدهاش، تتقطع منه، ياخدها مصطفى فتحي، ماشي مصطفى بانطلاقه حلوه، داخل مصطفى فتحي، ماشي مصطفى عايز ياخد واحد والتاني وهيلعب بالعرض، وحطها صغيره لكن اراها الفراشه باسم علي، فراشه يا ولد، طويله في شمال عبد الله السعيد، عبد الله وحازم داخل لجوه عايز يرفع ارضيه خطيره، وهوبا يا نهار ابيض يا مؤمن يا زكريا، يا مؤمن كنت هتحطها في فريقك القديم يا مؤمن، لكن حقك يا ابني، حقك، ثبت وبص وحط ببطن رجله، يا نهار ابيض، حلوه عبد الله حطها له جميله، لمها وبسن الجزمه كده، لو ثبت احلى من كده كان ممكن جدا، لكن كره في منتهى الخطوره. احمد عيد عبد الملك عايز يلم كورته لكن يحط جسمه جامد قوي، حسام غالي يا ولد يا لعيب، تطول وتطلع. القديم مرمى مؤمن القديم، ولكن هي كرة القدم، بعد حين يبدل الحب داره والعصافير تهجر الأوكار. العصافير هي اللعيبة، تهجر الأوكار هي الأندية، العصفور يتحرك من نادي لنادي، بعد حين يبدل الحب داره والعصافير تهجر الأوكار. الله يرحمك يا ست يا ام كلثوم. ضربة حرة، رجع عملاق كما كان، انطلاقة من ناحية اليمين للفراشة، باسم علي الفراشة، أرضية حلوة خطيرة، عبد الله السعيد
حطها في اليمين مؤمن زكريا. مؤمن زكريا بيدور، رجع كل فريق الزمالك تقريبا كله ما عدا باسم مرسي تقريبا. نقله والثانيه حسام غالي يسقط تسقيطه عاليه. يا ولد يا ولد يا ولد يا معروف يا يوسف، يا ده كان كوفي، يا ولد يا كوفي يا لعيب. احمد مصطفى فتحي، يا ولد يا لعيب. ابراهيم صلاح، ابراهيم صلاح بطن رجله استلام لابراهيم مره ثانيه، ابراهيم مره ثانيه حطها على يمينه خطيره جدا لاحمد توفيق، يلعب ارضيه صغيره مصطفى فتحي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، دخل حلو قوي مصطفى فتحي. ابو شعر منكوش ده او ابو شعر كنيش ده او ابو شعر مرفوع ده، سموه زي ما انتوا عايزين. وعلى يمينه هوب لو على شماله، لو على شماله. كان الكلام غير الكلام، كان الكلام غير الكلام. ادي الشعر الجميل اهو، ما شاء الله حاجه جميله. ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. طمع، خلي بالك على شمال الشناوي واسعه قوي، وعرضيه منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. باسم مرسي يتشنكل، حكم يديله فاول، ضربه حره مباشره، بيعتذر له. واول انذار في المباراه، اول انذار في المباراه من نصيب الفراشه باسم علي. انذار لباسم علي، اول انذار في المباراه. حقيقه ميلوراد مازيتش الحكم الصربي قادر ان هو يمشي المباراه حتى الان بدون انذارات او كروت حمراء، وده شيء جيد جدا. بطن رجله حماده طلبه يزقها في مساحه هو وحسام غالي، يتفوق فيها حسام غالي ويخش الفراشه. ماشي الفراشه، ماشي الفراشه، ماشي الفراشه، عرضيه هوبا يا وهوبا. يا نهار ابيض، عملها 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 مؤمن زكريا، والثانيه ثالثه والثالثه ثابته. حلوه 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 من نفس المكان وبنفس الاحساس والقدره التهديفيه. يا مؤمن يا زكريا، يا مؤمن يا زكريا، أعدت ذكريات الماضي لكن الأليمة المرة دي وحطها في الركن البعيد الهادي. حلوة 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 حلوة. في الدقيقة 32 الفراشة عدى، أرضية معدية تضرب وتروح له، وبوش رجله الخارجي لفها لفة جاتوه. حلوة 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 حلوة، يا جمالها يا روعتها يا لطفتها يا وضعتها يا عالكورة. هدف روعة 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 لمؤمن زكريا في الدقيقة 32، يجيب هدف التقدم العنجهي والعنجهية الكروية لنادي الأهلي. نادي الأهلي على شمال الحارس 1-0. كده بقى المباراة ايه؟ ده شريف حازم. قول لحضراتكم مصطفى فتحي مش هيقدر يلعب براسه في الحتة دي. باسم عايز يعدي، عايز يعدي، الكرة لسه تحت رجله، عايز يعدي. فوز 3 صعبة جدا يا باسم، صعبة جدا. ياخدها سعد سمير، أرضية وتفويتة كده. تفويتة مؤمن زكريا، أخد بوكس عقابا ليه. هنشوفها مرة تانية كده، وريها لنا يا صديقنا العزيز مرة تانية. يعني عدى كده مؤمن زكريا بشكل اتاكد منها، بس اتاكد منها. ما بين قربك وخوفي عليك يا معروف، من فضلك اقفل رجليك. تبقى ضربه حره لصالح حسام عاشور. قوه كده والاتقان بيبقوا جميل قوي لما عن لعيبه يبقى عندها كده قدرات تسليم وتسلم، تبقى حاجه حلوه. حسام عاشور يغلط، يعدي معروف، يلعبها صغيره وياخدها مره ثانيه من باسم لمعروف. معروف ارضيه مش معديه، حسام غالي. زياده عدديه اهلاويه في المنطقه. باسم مرسي واحمد توفيق وريزيديتش، وداخل باسم هوبا يا ولد. حلوه 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 حلوه، تعدي جنب القائم اليمين بياردة او اقل. حلوه قوي يا باسم، حلوه جدا جدا جدا. معديه ايه، هتاكل من القائم الشمال حته. حلوه حلوه حلوه. تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي في كره متقنه للغايه الحقيقه من باسم مرسي. ميلوفان ريزيديتش، ارضيه، اخر فرصه اعتقد، اخر فرصه اعتقد. عايز يرفع، ارضيه مش معديه. حسام غالي وبيبص في ساعته مره تانية، طويله وعالي، اطول من اللازم.
عماد متعب، ويطلق ميلوفان ريزيتش الحكم الصربي صفارة نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف للاعب مؤمن زكريا في الدقيقة 32. أمامنا 45 دقيقة كاملة يحاول نادي الزمالك إدراك التعادل مبدئيا، ويحاول النادي الأهلي أن يعدل النتيجة بأكثر من هدف. كفاح 45 دقيقة كاملة، أتوقع شوط رائع للغاية من هنا ومن هناك. نقلة يا ولد مصطفى فتحي، ترقيصة كده تطول منه ياخدها. شوف حازم صفارة، ضربة حرة مباشرة لصالح مصطفى فتحي. مصطفى عنده كورة أكتر من كده بكتير، لسه ما اشتغلش. جات له فرصة جميلة قوي في الشوط الأول، لكن جت على يمينه أطاح بيها. لكن قدراته يؤدي الواجب الهجومي بتاعه ويلعبها طويلة في اتجاه عماد متعب، صعبة جدا. علي جبر يرجع، الشناوي يا ولد يلم لمة كبيرة وخطيرة. يا نهار أبيض، مؤمن زكريا كان هيعملها تاني. ياه، ترقيصة كده على الطويل قوي. ادي علي جبر لم الشناوي كويس قوي، لمها حلو قوي. وبعدين عمل ايه ده؟ الكوفي جاي يظبط، طلع على طول مؤمن. منتهى الخطورة كانت تكلف النادي الزمالك. نادي الزمالك. وادي كوفي طويلة وعميقة في اتجاه مصطفى فتحي عايز يتلم عليه، لكن برافو يا شريف. تروح مرة تانية في اليمين، وادي تسديدة هوبو. يا نهار ابيض، حلوة من ناحية اليمين، منتهى الخطورة وانطلاقة للنادي الاهلي. يا سلام عليك يا علي، يا جبر. اداء ممتاز وراسخ وقوي ورصين وموضوعي للغاية في منطقة قلب الملعب. تبقى رمي التماس لنادي الاهلي من ناحية الشمال، الخارجي الشمال يلم كورته وعايز يعدي، واحمد عيد وعطيه خطيرة. يا ولد تدخل روعة الروعة من محمد نجيب في التوقيت صح. يقطع الكرة اللي فاتت، تروح لوليد في الشمال مرة تانية. وليد سليمان ماشي، وليد اطول من اللازم للاعياء او كذا. المهم حلو قوي من اوباما في الشمال لمصطفى فتحي، هيلم كورته مصطفى ومؤمن زكريا، يلعبها عرضيه ياخدها على صدره وعايز يعدي مره تانية مرسي ويصلح، وطويله حلوه في اليمين خطيره. حازم امام يا راجل فين حازم امام. كانت عايزه لمسه احن من كده بكتير في منطقه الجزاء كده قدام ال6 ياردات، كان بقى فيها كلام تاني، لكن حط قوه كده ببطن رجله وهو بيلعبها تطلع بالشكل اللي احنا شفناه. يبقى كده اول تغيير في المباراة، خرج احمد عيد عبد الملك. ثانية لعيب خبراته كبيرة جدا ايضا حسام عاشور، طويلة وعالية. حازم امام ووليد سليمان، ياخدها مؤمن زكريا. ماشي مؤمن بيدور لسه ارضية صغيرة. عبد الله السعيد هيلم عماد متعب. حلوة فكرة روعة الروعة من عماد، اخدها في المكان الحلو قوي وسدد تسديده قويه تضرب وتطلع وتبقى ضربه ركنيه. عماد خبرات عميقه جدا يا جماعه، وعنده كوره عاليه. بص عدها ازاي وتحت رجله وشاط. الاتنين دخلوا الحقيقه، كوفي وعلي جبر، ضربت وتطلع وتبقى ضرب على وسط الملعب. شريف حازم. الاهلي الحقيقه اللعيبه لاقيين بعض قوي في وسط الملعب، ودي حاجه مهمه جدا. ماشي رمضان وعايز يرقص، يلعبها صغيره وتسديده اي كلام كده، تسديده كده يعني في شنك زي ما بيقولوا من مؤمن زكريا، تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. دخل رمضان حلو قوي، بص اللمه، يا سلام. وادي عمرو جمال، لكن هنا ما اتظبطتش. ليه؟ مؤمن زكريا سدد والكره مش زمالك، النقله مش مظبوطه، وزعلان احمد توفيق زعلان. حسام غالي انطلاقه، يلم كورته. يا ولد يا لعيب. نادي الاهلي حسام غالي مره تانية. حسام غالي بيدور على حد ياخدها صغيره اهي، وماشي وداخل وهوبا تسديده منتهى الخطوره. رمضان صبحي بيخش في اماكن روعه الروعه الحقيقه.
ساب الشمال وراح في اليمين، بيتحرك هنا وهنا. حازم امام، احمد توفيق، احمد توفيق عمل مجهود كبير جدا. احمد توفيق، برافو يا احمد. ونزل طارق حامد، طويله وعاليه في اتجاه سيسي، يلعبها لكن سهله في المتناول. تريزيجيه هيظهر في الكادر اخيرا، لعيب مهم جدا من وجهه نظري، يعني ما كان يجب ان يتوقف عن المشاركه لانه لعيب مهم وعنده قدرات في الانطلاق وفي الترقيص مهمه قوي قوي. اتصور هينزل بدلا من وليد سليمان المختفي تماما. شريف حازم شماله، رمضان صبحي لوليد سليمان، هربت منه وطولت، اخد فاول بمنتهى الذكاء وليد سليمان. علي جبر بيقول له ده هو اللي بينط، وادى انذار لعلي جبر، يعني بيحاول بقى يحكم ويسيطر على المباراة عشان ما تهربش منه. باسم مرسي مش وقت الكلام ده على الاطلاق. طبعا المكان ده اللعيبه ليه زعلانه، مكان حساس جدا جدا، يعني مكان في منتهى الخطوره الحقيقه. وادي وليد، ممكن وليد بشماله، الحاجات دي بتاعته هو، لكن مؤمن داخل. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يخرب عقلك للصبح يا ابني. ايه يا مؤمن يا زكريا، ايه يا مؤمن زكريا الليله دي، يا نهار ابيض. في الدقيقه 80 مؤمن زكريا يؤكد تفوق الاهلي في هذه المباراه. ضربة حرة مباشرة، يحطها بالمسطرة، يحطها بالمزورة، يقول للشناوي قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف وانت بتكلمني يا شناوي. حلوة 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 حلوة، حطها في مكان روعة الروعة. الشناوي لا قدر يقف ولا قدر يقعد لان المكان صعب صعب صعب. روعة الروعة، بقول لحضراتكم فاول من مكان صعب جدا جدا وصعب قوي على المنافس. عشان كده كانت لعيبة الزمالك زعلانة ان الحكم احتسب هذا الخطأ من هذا المكان، والكرة بالفعل ما كانتش فاول، لكن اخطاء الحكام هي جزء من لعبة كرة القدم. لفها لفة روعة الروعة مؤمن زكريا الحقيقة، وحطها في مكان صعب 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 عشان تتقدم القافلة. جدا انه حسام غالي يروح يطيب خاطره. هو واضح ان هو كمل في الكوره في رمضان صبحي، اكيد هو رمضان عمل حركه كده، وقف على الكوره كده يعني بمعلمه شويه. فحازم امام اخذ كارت احمر نتيجه التعدي على رمضان صبحي. معلش خلاص، هنا رفزه ملعب وانتهت. طويله اطول من اللازم، ويطلق حكم المباراه الصربي ميلودراما مازيتش الصربي صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 2-0. الاهداف لمؤمن زكريا في الدقيقه 32 من تسديده روعه الروعه على شمال الحارس احمد الشناوي، ثم في الدقيقه 80 مؤمن زكريا وايضا بتسديده روعه الروعه من ضربه حره مباشره 2-0. مبروك لنادي الاهلي الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك. هارد لك لنادي الزمالك وبالتوفيق في المباريات القادمه باذن الله. اشكركم اعزائي المشاهدين، مع تحياتي مدحت شلبي.